أهلا بيكم في قناة كتالوج الفن، المكان اللي هتكتشفوا فيه نفسكم وهتعرفوا قد إيه الفن مش مجرد هواية. أنا هنا عشان أشارككم رحلتي ونمشي مع بعض خطوة بخطوة لحد ما نخلي الفن جزء من حياتنا ويومنا. يومنا مين يومنا؟ قناة كتالوج الفن هتكون الكتالوج الخاص بيك، هيكون موجود فيها كورسات ومواضيع وحكايات ليها علاقة بالفن، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتلاقي كل اللي بتحتاجه عشان تطور من نفسك وتعيش مع الفن بشكل أجمل. فيديو النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة جدا عن المواضيع المهمة جدا، عشان كده حبيت أبدأ بيه هنا في القناة، وهو ليه لازم نتعلم الرسم. عمرك فكرت إن الرسم مش مجرد خطوط وألوان؟ الرسم لغة، فن صامت، مش بنتكلم بيه بس بنعبر بيه عن اللي جوانا من مشاعر وأفكار وإحساس. فالرسم مش مجرد رفاهية وبس، هو حاجة بتعبر بيها عن اللي جواك أيا كان هي ايه، حاجة مزعلاك، حاجة مفرحاك، حلم عايز توصله. أيا كان اللي جواك بتكتشف إن جواك عالم كامل مستني يخرج. ده غير إن الرسم بيفيدك في كذا حاجة، في التركيز، بيخفف التوتر والعصبية، بتهرب بيه من دوشة العالم حرفيا، ويمكن دي من أهم الحاجات اللي الرسم بيقدمها لك. بيحسن كمان من ذاكرتك البصرية، حتى في الشغل وفي المذاكرة بيستخدموه أحيانا في توضيح الأفكار. وزي ما قلت في الأول إن الرسم لغة، وأي لغة بتطور منها إزاي أو بتتعلمها إزاي؟ بالممارسة والاستمرارية عشان تكون فيها في مستوى كويس. الرسم كده برضه، ده غير إن هو بيعلمك حاجات ممكن بتنعكس على حياتك الشخصية زي الصبر مثلا، مفيش رسمة بتخلص في دقيقة. ده غير إن الرسم بيعلمك تركز في تفاصيل جمالية ممكن ما كنتش بتاخد بالك منها قبل كده، زي لون السما بيختلف ازاي على مدار اليوم، الضوء بينزل ازاي، الظل بيمشي فين، حاجات الناس العاديين مش بياخدوا بالهم منها. صدقني لسه في وقت، وكل خط هترسمه هو خطوة في مشوارك الفني. مش محتاج تبقى فان كوخ ولا بيكاسو خالص، انت بس محتاج تبقى نفسك وتثق انك تقدر تعملها، وانا معاكم لحد اخر خطوة. الرسم حياة. كده فيديو النهاردة للأسف يكون خلص، أتمنى تكونوا استمتعتوا، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة كتالوج الفن.